السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات جميلة الخياري. اليوم غندير معكم الوصفة ديال هذا الخبز اللي صراحة تيجي زوين. نوعان من الخبز، خبز بالزيتون، خبز بالدقيق الكامل. هي نفس العجينة غير خرجت منهم جوج الانواع. بقاو معايا باش تعرفوا على السر كيفاش يجيكم فشفش ومهوي ويجيكم رطب. هنايا عندي 600 غرام ديال الدقيق الكامل اللي بالنخاله ديالو ديال الحمراء، يعني ديك النخاله رقيقه، مع 200 غرام من الدقيق ديال الفورص. عندي معلقه كبيره من البلدي يعني شويه مصهد، جوج المعالق كبار ديال الزنجلان اللي منقي ومحمر. عندي معلقه كبيره من الخميره الفوريه حبيبات، مع معلقه صغيره معمرش ديال الملح. وعندي نص طوبه ديال السكر كما كتشوفوا هنايا، فانا ما كانش عندي سنيده فدرت اكتفيت بالنص طوبه ديال السكر. وعندي يعني تقريبا بين 3 المعالق كبار حتى ل4 ديال زيت البلديه. كنجمعوا هذا العجين بما دافي وكنحاولوا يعني ماشي كندلكوها، كنبقاو نخلطوا بيدينا وكنبقاو نخبطوا فيها. هانتوما كتشوفوا لا تكستور، فانا مشى لي المقطع انني ملي كنت كنجمعها بالماء كتكون يعني مرخوفه، ولكن في نفس الوقت شاده فراسها. ملي كنبقاو ندلكوها ونضربوها ونبقاو نخبطوا فيها بيدينا فكتكون هذه لا تكستور ديالها. فانا هنايا غادي نغطيها بواحد الجزويف وغادي نخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. عاده غادي نرجعوا ليها، ما حتاش تبقى تدلك غير تبقاو تخبطوا باليد وديروا يديكم تفزكوها بالماء وتبقاو تخبطوها. هانتوما كتشوفوا. فمن بعد ما يعني بهذه الطريقه هذه كنخويو منها هذيك الخميره، يعني الهواء اللي تيكون فيها كنخويو منها فكنجمعوها. فانا كنصور هنا بيد كنحاول نبين لكم يعني الطريقه باليد الاخرى. هنايا من بعد ما يعني خويتها من الهواء قسمتها على جوج. النص غندير فيه زيتون الكحل اللي محيد ليه مغسول ومحيد ليه النواه ديالو وقطعته على 3، والنص غادي نعجنو عادي يعني خبز عادي. فانا هنايا غادي نجمع وغادي نديرهم كويرات صغار يعني كما كتشوفوا على هاد الطريقه. ها هما ديال الزيتون وها هما الكويرات الاخرين اللي عاديين. من بعد غادي نبدا غادي نشد واحد يعني واحد لوبول فيه الماء واناء اخر فيه الزنجلان الابيض، لانني غادي نفندهم في الزنجلان الابيض وشويه في النخاله ديال الحمراء. فكناخذ هذوك الكويرات، لاحظوا معايا كندوزهم في الماء، يعني كنخشي لهم وجههم في الماء وعاده كنحطهم في داك الزنجلان الابيض وغنديرهم حتى في البلبوله. فانتوما ليكم يعني اختيار تفندوا ليهم وجههم في الماء بغيتو، ولكن ضروري من هاد الطريقه ديال الماء راه هي اللي كتخليهم رطبين ومفشفشين. انا هنايا دوزتهم في الزنجلان الابيض وفي البلبوله رقيقه، يعني كنغطس لهم وجههم كما شفتوا في الماء وعاد كندوزهم في البلبوله او الزنجلان الابيض او الزريعه او اللي بغيتو عاد كنحطهم. بالنسبه ديال الزيتون حتى هما درت لهم نفس الطريقه. بالنسبه لديال الزيتون فانا ما غاديش نقرصهم، غادي غير نقطعهم بالمقص من الفوق، غنخليهم كويرات بحال هكا يعني تقريبا فيهم واحد 50 غرام ولا 60 غرام. هاهما كما كتشوفوا انا قطعتهم بالمقص. دابا نوريكم الطريقه. والاخرين كنضرب عليهم شويه من الفوق وكنقطعهم بالسكين. ضروري شوفوا الا لاحظتوا فعندي اللاطه رشيتها بالماء. ضروري هاد العمليه قبل ما تدخلوهم يطيبوا ترشوا اللاطه بالماء وترشوهم حتى هما بالماء. فهذاك الماء كيخلي الخبز ما يقصاحش، كيعطي يعني واحد لا فابور البخار تيخلي الخبز مفشفش وما تيقصحش نهائيا. فانتم كتلاحظوا راه اللاطه كلها يعني رشيت الماء بداك يعني كديروا ديك الرشاشه اولا بيديكم ترشوا عليهم وعلى اللاطه. هانتوما لاحظوا الطريقه باش قطعت هادو ديال الزيتون غنخليهم بحال هكا وعاد غادي نغطيهم يخمروا. يعني في الاول كنقطعهم عاد كيخمروا. هانتوما كتشوفوا هنا فهما خمروا. سخنت الفران مزيان، فرن الغاز طبيعه الحال هو باش كنخدم، سخنته مزيان وغادي ندخل العافيه تكون تحت منه، ما يكونش ثاني مجهد بزاف ما يكونش ناقص، عافيه متوسطه. وغادي ندخلهم حتى كيتحمروا من التحت ومن الجوانب ونهبطهم يتحمروا من الفوق. بقاو معايا باش تشوفوا يعني النتيجه النهائيه. فكما كنقول لكم ضروري هنايا ديروا الماء ترشوا به اللاطه. هذه اللاطه الاخرى الثانيه فانا درتهم بزريعه ودرتهم بالنخاله الحمراء وبالزنجلان الابيض. هنا انا يعني وركت عليهم يعني قرصتهم شويه
درتهم شويه كبار، يعني زوج ديال الانواع. صافي هنا من بعد ما سخن الفران دخلتهم وطابوا كما قلت لكم العافيه تحت منهم. كيكون هذا هو الشكل ديالهم فاش كيطيبوا، صدقوني تيجيو رائعين. هادو ديال الزيتون كيجيو تيحمقوا الكوت تاع الوليدات الصغار، ديروا فيهم الفرماج يعني، وتيجيو رطبين يعني بداك الماء اللي كنرشوا عليهم اللي كنبغيو ندخلوهم يطيبوا، فكيردوهم فشفشين، ما كيكونوش قاصحين، واخا تيباتوا حتى الغد ليه تيكونوا غزالين. انا دابا نقطع لكم باش غادي تشوفوا كيفاش كيجيو مفشفشين من الداخل. وضروري كما كنقول لكم ما تبقاوش تلكوه تخليوه قاصح، خليوه شويه يعني مرخوف، العجينه جاريه شويه ماشي شاده في راسها، وتخمر مزيان. ها نتوما لاحظوا معايا غادي يبان لكم كيفاش مفشفش. انتما كما كتشوفوا كيبان مثقاب وخاوي ومهوي مفشفش، واخا يبان حتى الغد ليه تيبقى زوين وما تيقصحش نهائيا. وهادو ديال الزيتون اللي فيهم الزيتون حتى هما صدقوني المذاق ديالهم زوين، الكوت ديال الفطور ديال الصباح. كما قلت لكم ما تنقرصوش، نخليه واقف وشتو كيجي يعني مفشفش من الداخل. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. ما تنساوش يعني تطبقوا وتصيفطوا لي التطبيقات ديالكم عبر الفيسبوك. ما تنساونيش من البارطاج ومن تعليقاتكم الزوينه وتشجيعاتكم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.